صلي على النبي يا قلب ستك. اما تبقى حاجة غالية عليكي قوي يما خافي عليها من عيون الناس، دعنيهم يا حسد يا فسد، والعين ما بتصيبش الا الغالي، وخليهم يقولوا عليكي دي خبيثة وبتداري، احسن ما تولولي وتقولي يا مرار. ومش كل حاجة تجري تنشريها يا حبيبتي ويا ام نيازي. صح نيازي، ده انا جوزي جات له الترقية وقبضت الجمعية ورحت الحتة الفلانية. لا لا يا عينيا، اللي في ايدك هين وعادي عند غيرك نن وكحل العين. هتصرم وتقولك هي ليه عندها وانا مفيش؟ ما انت فاتحه لي على البحر لا حاطه باب ولا شيش. اللي يسألك عندك قولي له لا ما عنديش. وخافي من اللي عينيهم مقوره ومدوره، يكون حالك ماشي تقولي الله وانا ايه اللي بيجيبني لورا؟ ده انا كنت واقفه صح سليم اديكي قاعده متكعوره. الناس عينيها فلقت الحجر، دول حسدوا الغجر على في الشجر. واللي مش فاهمه تسالني اقول لها بعدين. فهمتي يا قلب ستك؟ صلي على النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا أشين ودي قناتي. أنا من محافظة الأقصر يا بنات، من جنوب الصعيد. أتمنى تتابعوني بحب زي ما أنا بتابعكم، وكمان بحبكم جدا جدا جدا. قناتي بتقدم وصفات سهلة وجميلة للطبخ، وكمان حلويات، وكمان بقدم روتين يومي بشاركه فيه تفاصيل اليوم بتاعي. أتمنى الفيديو يعجبكم، وكمان أكون عند حسن ظنكم. وشكرا جدا ان انتوا وصلتوني 1700 مشترك كمان زيادة. 1700 وحاجة. أنا راضية وشاكرة ربنا الحمد لله. عايزة اقول لكم كمان بشكركم جدا جدا على التفاعل على الفيديو اللي قبل اللي فات. مبسوطة جدا والله العظيم. عايزة اقول لكم كمان انا جاهزة ان انا اقدم لكم فيديو النهاردة قوي جدا جدا جدا. مين جاهز زيي؟ انا عن نفسي جاهزة. يلا بقى ندخل على الفيديو. يلا بقى ندخل على الفيديو. زي ما شايفين النهاردة عندي روتين قوي كان بقاله يومين. بصراحة ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة، كنت تعبانة شوية. اكيد بيجينا وقت كده بنبقى تعبانين مش قادرين نعمل اي حاجة في البيت. كان اخري بصراحة ان انا ادخل المطبخ واعمل اكل او اغسل مكان اكلنا يعني، بس لكن ما كنتش قادرة بصراحة اعمل اي حاجة تانية. انا دايما في الشتاء ببقى بتعب كتير. ف... فالجسم طبعا بيريح، فاكيد كلنا كده مش بنعرف نعمل حاجة. في اليوم ده قلت خلاص، كنت داخلة كان معايا غسيل عايزة انشره. بصراحة منظر البلكونة استفزني جدا. قلت ما ينفعش انشر والغسيل هيتبهدل معايا، يعني مش هكتفي ان انا اغسل ان انا اكنس عفوا الارض بس. قلت لا، لازم ادخل واقلب البلكونة دي رأسا عن عقب، يعني اقلبها كلها وانضفها كويس علشان الغسيل لما اجي انشره يبقى كده رايق، ويبقى ريحة النظافة كده تبقى مفحفحة كده في المكان. عايزة اقول لكم كمان في اليوم ده عملت معاكم حاجات تانية حلوة هتعجبكم بإذن المولى. اتمنى ان انتوا تتابعوا الفيديو للنهاية، وكمان اللي ما ضغطش الاشتراك اتمنى ان انتي تنزلي تحت تشتركي في القناة عشان عيلتي تكبر بيكي. والله ببقى مبسوطة جدا لو مشترك كمان واحد دخل عندي القناة واشترك، ببقى مبسوطة جدا جدا. اتمنى كمان ان انتي تضغطي اللايك وتفعلي زر الجرس. نكمل بقى الفيديو. عايزة اقول لكم يا بنات، الفيديو اللي قبل اللي فات انا كنت بتكلم عن اليوتيوبر الكبيرة سمسمة العمدة. اكيد كلنا عارفينها. هي مش محتاجة حد يتكلم عنها، يعني مجرد اسمها لما اي حد بيتكلم فيه ده بيبقى شرف ليه، وكمان الناس كلها بتبقى عارفاه. انا مش بطبل ولا حاجة، انا في بس كام نقطة عايزة اتكلم فيها. بالنسبة للناس يعني في ناس مش كلها. بعض من الناس دخلت بتقولي بتهاجمني، او ان هي بتقولي مثلا ايه كمية الاحباط، ايه كمية اليأس، ايه كمية اليأس اللي في الفيديو ده. انتي بتتكلمي كده ليه؟ المفروض الناس بتبقى داخلة علشان تاخد طاقة ايجابية. انا والله العظيم عارفة كل الكلام ده، وعارفة كمان ان المفروض يبقى الفيديو كله طاقة ايجابية وكله يعني كله يبقى مبهج ومفرح عشان الناس بتتفرج علشان تطلع من مود اللي هي فيه، او كمية المشاكل اللي الناس بتبقى منشغلة فيها لما بتقعد على اليوتيوب او بتقعد على التلفزيون. اكيد بتقعد علشان تنفس عن نفسها او تغير المود بتاعها.
لما يدخلوا عندي ويلاقوا كمية اليأس ده في الفيديو، فأنا بعتذر جدا، بس أنا والله العظيم ما وصلتش للمرحلة دي، أو ما وصلتش للطريقة دي، أو طريقة كلامي كانت كده، أو الحزن اللي أنا كنت فيه، إلا وإذا أنا فعلا كنت واصلة لمرحلة صعبة جدا جدا جدا. ما ربنا ما يحط حد مكاني، لان بجد لما بتبقي احنا كقنوات صغيرة، لما بتبقي تعبانة جدا في شغلك، بتعملي حاجة حلوة جدا وكويسة جدا من وجهة نظرك، انتي بتتعبي من وجهة نظرك، الحاجة اللي بتقدميها حلوة جدا، وبتتفاجئي في الاخر اني مفيش تقدير، او مش بتلاقي تعبك ده او قيمة تعبك ده اللي انتي تعبتيه، يعني المفروض في مقابل للتعب اللي انتي تعبتيه. الحمد لله على كل شيء. انا الناس اللي دخلت وادتني طاقة ايجابية وعجبتها الفيديو وعجبها المقدمة، بحب ان انا اشكرهم جدا جدا جدا. حابة اشكر كمان المشتركين الجدد اللي هم اشتركوا عندي. عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة جدا ان انتوا وصلتوني 1700 ومشترك مشترك عندي على القناة. هو مش عدد كبير، ولكن بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي. شكرا جدا ان انا وصلت للعدد ده، عقبال ال2000، مش هقول لكم 5000، لا عقبال ال2000 انا راضيه، واللي يرضى بقليله ربنا بيكرمه اكتر واكتر واكتر. بس ده كان لازم الكلمتين دول اقوله لكم في اول الفيديو. وحابه اشكر سمسمه العمده، بشكرها ليه علشان مجرد صورتها كانت عندي على الفيديو جابت لي مشاهدات. بصراحه راضياني انا نفسيا، يعني انا مرضيه جوايا بالمشاهدات دي، اي نعم مش كبيره ومش حاجه، ولكن بالنسبة لي أنا كقناة صغيرة، أنا مبسوطة جدا جدا جدا. بس كده شفتوا عندي البلكونة، طبعا كنستها ونضفتها ونضفت كل حاجة فيها. عايزة أقول لكم ترابيزة المكوى والسلم يعني ناس كتير ممكن تدخل تنتقدني فيها، أنا مغلفاها يا بنات بكيسة كبيرة، فما تقلقوش خالص. والمفروض في ستارة بتبقى راكبة في البلكونة من الجزء ده، ولكن حاليا هي متبهدلة، فأنا شايلاها مؤقتا علشان هجيب واحدة تانية وهركبها مكانها بإذن الله يعني. تمام. بس كده خلاص نضفنا البلكونة، كل جزء فيها اتنضف والستارة اتنضفت وكل حاجة. عايزة اقول لكم همسحها كمان معاكم، ولكن قلت ادخل كده ايه، اروق الأوضة مكان النومة بتاعتنا. انا عايزة اقول لكم ايدي في البيت دايما بتبقى فيها، عشان كده انا بغير الملايات، فانا مش هغير معاكم دلوقتي، عشان بصراحة الملايات جديدة فرشاها يعني، وما نمناش عليها، يعني دايما كنت حاطة الكفر عليها وخلاص. فمش مبهدلين الملاية ولا حاجة، وحرام ان انا اشيلها وكمان اغيرها، عشان احنا زي ما عارفين لسه فرشاها يعني، وما نمناش عليها، فهي كويسة. اكتفيت ان انا اعدل اللحاف، وكمان اعدل الدنيا واظبط الدنيا واكنس الدنيا وامسحها معاكم. بس ده اللي انا هعمله معاكم في الاوضه من جوه، وهلمع بس الخشب علشان هي الاوضه مش متبهدله جوه ولا حاجه، هي بس البلكونه كانت محتاجه ان هي تتنضف تنظيفه عميقه شويه. طبعا عايزه اقول لكم الفيديو ده انا حباه، يعني حاسه ان هو حلو، وعايزاكم كمان تنزلوا تحت في الكومنتات تقولي لي عجبكم ولا لا. تمام. كتير مننا بيحس في وقت ان هو عايز يجدد، عايز يغير. عايزه اقولك جددي غيري زي ما انتي عايزه، ولكن على قد ظروفك وعلى قد امكانياتك. يعني دايما ما تكلفيش نفسك، او ما تقوليش لا انا الشهر ده لازم اجيب الحاجه دي. لو في استطاعتك ان انتي تجيبي الحاجه دي، لا جيبيها، فهماني؟ لو مش قادره، لا نحط جنيه على جنيه لحد ما يبقى معانا المبلغ ونروح نجيب الحاجة دي. تمام. انا عارفة ان التغيير بالنسبة لنا احنا كستات بيوت بيبقى مهم جدا وبيبقى جميل جدا، وبيغير من النفسية بتاعتنا، خصوصا لو احنا محتاجين فعلا نغير من النفسية بتاعتنا. ولكن دايما نجدد في امكانياتنا، ما نكلفش نفسنا. انا اعرف ناس بتحب تشتري اي حاجة جديدة، حتى لو ظروفها ما كانتش تسمح، تضغط نفسها او تحرم نفسها من حاجة علشان تجيب الحاجة دي. لا خالص. طب احنا ليه نعمل كده؟ ليه لا، احنا كل وقت يبقى نحط جنيه على جنيه. والله في وقت بنبقى مزنوقين، الفلوس اللي بنبقى احنا شايلينها بنعينها يعني. اوقات بيجي علينا اوقات لا في حاجة ابدا ان احنا ندفع فيها الفلوس دي،
فمش مشكلة. عايزة اقولك ممكن تجددي لو انت غيرتي حاجة من مكان لمكان، فاهماني ازاي؟ ودايما عايزة اقولك حافظي على حاجتك، ما تهلكيهاش، ما تبهدليهاش. انا عارفه ان العيال بيبهدلوا الحاجه، عارفه ان عدد الاسره كل ما بيبقى كبير كل ما بتبقي محتاجه كل شويه حاجات جديده عشان الحاجه عندك بتتبهدل، بس كله في المعقول، فاهماني ازاي؟ مش معنى ان انتي بتشوفي واحده جددت او جابت حاجه جديده لا انتي بتبقي من جواكي لا انا عايزه اجيب زيها ولازم اجيب زيها. انا عايزه اقول لكم والله العظيم في ناس كده فعلا، يعني في ناس تبقى شايفة الحاجة عند فلانة وتيجي تقول لا انا لازم اجيب الحاجة دي، لازم يبقى عندي زيها. لا مش لازم. والله لو انتي في مقدرتك تجيبي الحاجة جيبي الحاجة. عايزة اقولك الحاجة ممكن تبقى لايقة عندها وما تبقاش لايقة عندك. فدي زي ما بقولك يعني كل واحد يعيش عيشته، ما نكلفش نفسنا، نعيش ببساطة، نعيش برضا. كل ما يبقى عندك رضا داخلي صدقيني والله ربنا هيرزقك من اوسع ابوابه. بس كده عايزة نرجع بقى لموضوع الفيديو. انا طبعا كنت كانسة الجزء ده دايما بلمعه انا وماشية، يعني انا زي ما قلت لكم كنت تعبانة، وبصراحة برضو ما زلت تعبانة، ولكن يعني ايه زي ما بنقول ايه ماشي حالنا بقى، يعني طالما انا عملت الأوضة ومسحت الأوضة خلاص اخد الجزء اللي معايا، خصوصا البيت يعني كان متروق وكان كويس يعني الحمد لله، ما كانش فيه شغل كتير. تمام. بعد ما خلصت بقى الأوضة بتاعتي ومسحت البلكونة بتاعتي اهو زي ما شايفين دخلت اغسل الحبال بتاعتي علشان انشر عليها الغسيل. طبعا انا كان ليا يومين ما نشرتش غسيل عليها، فكان لازم ان انا اغسل الحبال وكمان المشابك غسلتها، وقبل ما انشر الغسيل بتاعي علشان لو انا حطيته والحبال عليها تراب فكأني ما عملتش ولا حاجة والغسيل بتاعي هيعلم عليه مكان الحبل. بس كده هبدأ انشر. بحب انشر في الجو ده او في الوقت ده بالذات علشان الشمس آه بتبقى جاية على الهدوم، وفي نفس الوقت بيبقى فيه هوا كده جميل في الشتاء فالهدوم بتتعقم زيادة، فاهميني ازاي؟ وبخليها لتاني يوم تنزل عليها شمس الصبح، وبشيلها كده وقت العصرية بعد صلاة الظهر، دايما بنشر في الوقت ده. تمام. بس كده. طب خصوصا كمان يا بنات في مشكلة الشتاء مش بالهدوم مش بتنشف عليه فيه بسرعة، يعني فاهمين الشتاء الهدوم فيه مش بتنشف بسرعة خالص. فدايما انتي خلي الهدوم الضرورية اللي انتي بتبقي عايزاها باستمرار تغسليها اول باول، او ان انتي تجزئي او توضبي الهدوم اللي انتي هتغسليها، خصوصا لو انتي عندك غسالة اوتوماتيك زي حالاتي انا بغسل في الغسالة الاوتوماتيك. فدايما الاولويه للهدوم اللي انا ببقى محتاجاها او البيت بيبقى محتاجها دايما دايما، دي اللي بتلاقوني ان انا بغسلها على طول، علشان خصوصا في الشتاء، علشان الشتاء زي ما عارفين الهدوم بتقعد يومين حتى اللي تنشف، خصوصا لو الهدوم تقيلة او فيها بروفر او فيها سويت شيرت. الحاجات دي بتبقى محتاجة جدا جدا شمس وهواء كتير علشان تنشف. بس كده ده كان الفيديو بتاعي، اتمنى يعجبكم، اشتركوا في القناة، استودعكم الله، سلام.